المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. شفاء 3 مواطنين من فيروس كورونا اليوم. انخفاض نسبة الضغط في العمل في مستشفى العين المرجعي ب10%. سمينار للإريتريين في ميونخ الألمانية. ساحل العاج تعتبر جنودها المحتجزين في مال رهائن. وكالة الطاقة تبحث ملف إيران النووي، وطهران تدعوها لعدم التأثر بالضغوط. حرائق كاليفورنيا تتمدد إلى جبال وسط الولاية الأمريكية. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط أظهرت شفاء 3 مواطنين من مرض كورونا. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 10,163، شفي منهم 10,054 وتوفي 103، فيما يتلقى 6 مرضى الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 12 من سبتمبر 2022. أفاد المدير الطبي لمستشفى العيون المرجعية الوطني الدكتور كحساي فساسيون بأن توسيع خدمات طب العيون في الأقاليم ساهمت في انخفاض نسبة الضغوطات العملية في المستشفى ب10%. وذكر الدكتور كحساي أن المستشفى قدم الخدمات الصحية خلال 6 أشهر مضت ل33 ألف مواطن، بالإضافة لإجراء 2039 عملية جراحية بالغة و827 تطفيفة، فيما أجرت جمعية البصر السودانية خلال شهر أغسطس المنصرم عمليات جراحية ناجحة ل900 مواطن كانت قد تأجلت مواعيدهم جراء تفشي كوفيد-19. وأشار الدكتور كحساي إلى أن أمراض العيون الناتجة عن قلة النظافة كانت أكثر الأمراض انتشارا في أوساط مرضى العيون الذين كانوا ولا زالوا يحصلون على الخدمات بالتردد إلى المستشفى كمرضى الجلاكوما وكاتاراكت، موضحا بتوزيع نظارات طبية لأكثر من 4000 آخرين وتقديم خدمات مجانية ل305 من المواطنين من ذوي الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية. وقال كل من الدكتور إيوب فرزقي والدكتورة سنايد برهان العاملان في المستشفى إنهما يعملان بوفاء وإخلاص بموجب القسم الذي أدياه، مناشدين المواطنين للإسراع للمؤسسات الصحية في حالة شعورهم بأي أعراض لأمراض العيون، إضافة إلى العناية بالنظافة. عقد سمينار يوم 3 من سبتمبر للإريتريين المقيمين في مدينة ميونخ الألمانية بشأن الأوضاع الراهنة ومسؤوليات المرحلة. وأوضح قنصل إريتريا العام في ألمانيا السيد كبراب تخسته والسيد فصوم سهلة من الشؤون الشعبية والمجتمعية في السمينار الذي عقدته اللجنة الوطنية في ألمانيا راهن الأوضاع في البلاد والتطورات الإقليمية والعالمية والخدمات القنصلية وبرامج التصدي الموحدة وأهمية التأطير وقضية تنظيم الشباب. شارك في السمينار مواطنون قادمون من المناطق المحيطة لمدينة ميونخ، وأوصى المشاركون باستمرارية عقد السمينارات التنويرية مؤكدين العمل لتأطير الشباب. جرت في مديرية أدوبحة بإقليم شمال البحر الأحمر انتخابات إدارات الضواحي ولجان القرى. وأفادت إدارة المديرية بأن الانتخابات التي جرت في ضواحي ربع العال وعلباب وعريرب ومواصلة للانتخابات التي جرت في شهر مارس الماضي في ضواحي درهيت وربع تحت ومدقاق، وتأخرت بسبب حياة الترحال الرعوية. وقال مدير مديرية أدوبحة السيد محمد عمر درار إن أنشطة التوعية المسبقة ساعدت في نجاح الانتخابات، داعيا المدراء المنتخبين لخدمة الشعب بتفان وإخلاص.
يقوم سكان حرة في مديرية عبد قيح بصيانة الطريق الذي يربط الضاحية بمدينة عبد قيح والبالغ طوله 14 كيلومترا. وأوضح مدير الضاحية سيد سلطان أنقسوم مشاركة 5 قرى في هذا النفير. كما قام السكان بأعمال بناء المدرجات والحواجز المائية وبناء سور في مدرسة دكزر سناي وصيانة طريق إينتو وعرومة، وطالب بتوفير الدعم الآلي لفعالية العمل. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. اعتبرت سلطات ساحل العاج أن جنودها المحتجزين منذ شهرين في مالي رهائن بعدما ربط المجلس العسكري الحاكم في باماكو الإفراج عنهم بتسليم رعايا ماليين يقيمون في أبيجان، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الرئاسة الإيفوارية لوكالة الأنباء الفرنسية. من جهته قال قائد المجلس العسكري الحاكم في مالي الكولونيل أسيمي غويتا أن ساحل العاج تطالب بالإفراج عن جنودها، وفي الوقت نفسه تمنح اللجوء السياسي لبعض الشخصيات المالية التي تخضع لمذكرات توقيف دولية صادرة عن القضاء. وبحسب المصدر نفسه سيتم عقد قمة طارئة الأسبوع المقبل في نيويورك للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويفترض أن يتم التطرق إلى هذه المسألة. وكانت السلطات المالية أوقفت 49 جنديا من ساحل العاج في 10 من يوليو. قالت باماكو بأنه مرتزقة. من جهتها تقول ساحل العاج إنها أرسلت جنودها في إطار تناوب روتيني للعناصر الذين يقدمون خدمات دعم لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، ودعت إلى إطلاق سراحهم. يبدأ مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلسلة اجتماعات لبحث ملفات نووية عدة، من بينها الملف الإيراني، في حين دعت إيران الوكالة إلى عدم الإذعان لضغوط إسرائيل بشأن ملفها النووي. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن برنامج بلاده النووي سلمي، وهو ما تؤكده الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أنه لا وجود لمسودة قرار ضد إيران على أجندة اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية. وجدد كنعاني استعداد طهران لمواصلة تعاونها البناء مع وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، ورفع ما وصفها بالادعاءات الباطلة الموجهة إليها. ويأتي اجتماع مجلس محافظي الوكالة بعد 3 أشهر من تبني قرار يحث إيران على تقديم إجابات موثوقة في تحقيقات الوكالة في آثار اليورانيوم التي عثر عليها في 3 مواقع في إيران. في السياق ذاته قال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل لا تتوقع إحياء الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الكبرى قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي تجري نوفمبر المقبل. تنتشر حريق الغابات الأخير انتشر في كاليفورنيا سريعا في جبال وسط الولاية، فيما بدأ عناصر الإطفاء السيطرة على حريق كبير جنوب لوس أنجلوس على ما أعلنت السلطات. وأتى حريق موسكيتو فاير على منطقة تمتد على 16,600 هكتار في جبال سييرا نيفادا شمال شرقي سان فرانسيسكو في 4 أيام فقط، على ما جاء على موقع فرق الإطفاء. وأوضح المصدر نفسه أن انخفاض درجات الحرارة بعد أسبوع من الحر الشديد أبطأ تقدم الحريق، فيما تساهم رياح أقوى في دفعه باتجاه الشمال والشمال الشرقي، ما يهدد مئات المنازل. ويعاني غرب الولايات المتحدة منذ أكثر من عقدين من جفاف مدمر يفاقمه التغير المناخي الناجم عن الاستخدام المتواصل لمصادر الطاقة الأحفورية. أختم نشرة أخبار المساء بتذكير بالعناوين. شفاء 3 مواطنين من فيروس كورونا اليوم. انخفاض نسبة ضغوطات العمل في مستشفى العيون التجاري ب10%. سيمينار للإرثيين في ميونخ الألمانية.
ساحل العاج تعتبر جنودها المحتجزين في مالي رهائن. وكالة الطاقة تبحث ملف إيران النووي وطهران تدعوها لعدم التأثر بالضغوط. وحرائق كاليفورنيا تتمدد إلى جبال وسط الولاية الأمريكية. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.